تعالوا بقى هنا يا بنات اقول لكم على طريقه بلح الشام بدون بيض، بدون زيت، بدون زبده. بجد طالع معايا مقرمش جدا وخطير خطير خطير. وصفه هتحبيها وهتعتمديها ومش هتبطلي تعمليها لاولادك. الكيلو بره ب120 جنيه، ما انا اقدر اعمله في البيت بشويه حاجات كلها من البيت. يعني مش هتكلفي نفسك اكتر من 10-12 جنيه، وهتعملي اكبر طبق بلح الشام هتاكلي في حياتك. والطعم بقى ايه ما اقولكوش حاجه كده هوت سبيشيال. هنا هوت اول حاجه هنا هوت معايا 3 كوبايات من الدقيق، هننزل عليهم ب3 معالق من النشا. يعني كل كوبايه من الدقيق هتاخد معلقه من النشا، بس مش هتكون معلقه هرميه، هتكون معلقه كبيره بس مش هرميه قوي. هنبتدي كده ان احنا نقلبهم كويس جدا مع بعضيهم. هنركنهم بقى كده على جنب خالص. وبعد كده هنجيب الحله بتاعتنا عشان نعمل فيها الميه. هنزل هنا بكوبايه ونص من الميه. طب الميه دي لونها فاتح كده ليه؟ عشان جه عليها شويه نشا، مش مشكله يعني. وبعد كده هننزل برشه كده من الملح، ومعلقه كبيره من السكر. السكر بتاعنا سكر عادي خالص مش سكر بودره. هنبتدي ان احنا نرفعها على النار، واول ما تبتدي تغلي معانا بالطريقه دي هننزل على طول بالدقيق والنشا اللي احنا حضرناه مع بعض. اول ما هتديني القوام ده والنشا والدقيق والميه يندمجوا كده مع بعضهم، هننزل بيهم على الرخام على طول وهم سخنين مولعين. هبتدي بقى بايدك، معلش انا عارفه ان هي سخنه جدا بس معلش يا حبيبه قلبي استحملي. هنبتدي بالنشابه بقى او بايدك، عايزين نقوم ان احنا نبردهم، لانك انت هتلاقي كلاكيع من الدقيق. بس كل ما انت ما هتعجني فيهم الكلاكيع دي هتروح خالص، وهتبقى العجينه معاكي حلوه جدا وسلسه كده وزي الفل. انا بحب القمع ده جدا في بلح الشام، بيخلي لي كده الرسمه بتاعت بلح الشام ظاهره، اللي هي الاف 37. هنا بقى هنجيب الطاسه بتاعتنا على النار، هنحط فيها شويه زيت كده محترمين. بس اهم حاجه بس بالله عليكي بعيدي عن زيت التومين ده خالص. وبعد كده هنبتدي بقى نمسك بلح الشام بتاعنا ونقطع فيه بالطريقه دي. انتي بقى التقطيعه اللي تعجبك، عايزاه ميني بلح الشام زي ما انا ما عايزاه ما عاملاه، عايزاه يكون كبير شويه. التقطيعه ديت حريه شخصيه ليكي انتي. طب انا ما عنديش مقص، اعمل ايه؟ ولا يهمك اي حاجه خالص، بايديكي كده وقطعيه. احنا العجينه بتاعتنا طالعه اللهم بارك زي العسل. طيب الشربات بقى اللي احنا عاملينه ورا عملتيه ازاي؟ عملت كيلو من السكر وحطيت عليه نص كيلو من الميه. يعني لو 4 كوبايات من السكر هتنزلي بكوبايتين من الميه، وهيبتدوا يغلوا. بعد كده نحط كده عصرة ليمونة او سنة ملح ليمون، وهيغلوا كمان 5 دقايق وبعد كده هتشيليه. انا طب مش هستعمل كيلو السكر كله، انا طبعا اخدت منه وقليته. هنا بقى بلح الشام بتاعي هبتدي بقى ان انا اعلي عليه النار شويه بشويه لغايه لما كده بقى يديني اللون الذهبي الفاتح ده كده ويقرمش معايا، وهيبقى بصي خطير. دي كميه، بقيه الكميه انا كنت راكناها كده على جنب، واول لما ده اتعمل رحت منزليها. شايفين يا بنات بلح الشام؟ والله العظيم حاجه كده سبيشال، والله خطير يا بنات، وكان مقرمش كده وكان روعه. تخيلي الطبق ده كله لو انت رحتي جبتيه، يعني يعمل معاكي مثلا حوالي كيلو بلح الشام عامل 120 جنيه. واحنا ما تكلفناش اكتر من 3 كوبايات دقيق و3 معالق من النشا وشويه ميه. اللي وصل بقى معايا لغايه اوعي 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 تنسي تصلي على الرسول وتعملي لي كومنت حلو كده، واللي مش متابعني يعمل لي متابعه. ومن الفيديو ده للفيديو جاي هسيبكم في رعايه الله.